السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، كيف يتحول الفتى الشاب الذي وصف نادي ريال مدريد الملكي بالسارق علنا في أضخم برنامج رياضي إسباني إلى النجم العالمي الكبير الذي يدفع لأجله المرينجي 100 مليون يورو كاملة؟ القصة المثيرة تعود تفاصيلها بالملي إلى عام 2025، وتحديدا في تلك الليلة الملتهبة والمشتعلة على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو التاريخي بخلال مواجهة مدريد ضد ليجانيس. وفي الدقيقة 94 من عمر اللقاء يسقط اللاعب الشاب الموهوب إيان ديوماندي بشكل واضح بداخل منطقة الجزاء، وتتجاهل صافرة الحكم احتساب ركلة جزاء صارخة وصحيحة له. خرج بعدها ديوماندي مباشرة ووقف بجرأة غير مسبوقة أمام كاميرات برنامج التشيرينجيتو الإسباني الشهير ليقول أمام الملايين بلا خوف: الحكم كان سيئا للغاية، لكن ريال مدريد دائما هكذا، واصفا النادي الملكي الكبير بالسارقة علنا أمام أعين المشاهدين. لكن عالم كرة القدم المجنون لا يعترف أبدا بالعداوات الأبدية، حيث تألق ديوماندي بقوة خارقة مع نادي لايبزيغ الألماني وانفجر كرويا بشكل لا يصدق، لتفجر بعدها مجلة سبورت بيلد الألمانية القنبلة المدوية. ريال مدريد يقدم عرضا فلكيا وضخما بقيمة 100 مليون يورو من أجل ضم ابن 19 عاما، بينما يطالب النادي الألماني بمبلغ أكبر لتسليم جوهرته بسلام وتأمين. سخرية القدر الحين تظهر في أبهى صورها، فالمسرح الذي هاجمه ديوماندي يوما واتهمه بالسرقة يستعد اليوم ليفتح له الأبواب الكبرى كي يصبح بيته الجديد وعرشه القادم. شاركونا توقعاتكم في التعليقات الحين.